مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم وحلقه جديده من احلم معانا. حلمنا النهارده هيكون من داخل مركز شباب عين السيره، والحديث عن اهم التطويرات والانجازات داخل المركز، وكمان القائمين على العمل داخل المركز واهتماماتهم بالنشء المتواجد في هذا المركز وكل المراكز الرياضيه. كل الامنيات الطيبه، حلقتنا تنال اعجابكم. تابعونا وحلم جديد واحلم معانا. فاكر وانت صغير حلمك كان عن ايه؟ دلوقتي حقق حلمك، اوعى تأجل فيه. فكر مليون فكرة وابدأ يلا بيه، النهاردة هو بكرة، جرب خايف ليه؟ خبط هتلاقي الكل بيفتح ليه. في فكرة دلوقتي مش بكرة، اللي حايل ما تأجلش اوعى، الكل بيفتح ليه. في اطار الحديث عن عمليه تطوير كره القدم داخل مركز شباب عين السيره، هيكون لنا لقاء الان وكاميرا برنامجنا احلم معانا مع الدكتور عدي، دكتور تدريب كره القدم بكليه التربيه الرياضيه جامعه حلوان، وايضا المشرف العام على كره القدم او قطاع كره القدم داخل مركز شباب عين السيره. اهلا بيك كابتن. اهلا يا فندم، اهلا بسيادتك. كابتن، واحنا بنتكلم عن مركز شباب عين السيره ما شاء الله يمكن شايفين امكانيات متاحه على مستوى متميز، مما يتيح للاعبين يعني تأدية ما عليهم بقى. عاوز اعرف منك عمليه التطوير داخل مركز شباب في مجال كره القدم بالنسبه من اول مدارس الكوره لحد الفريق الاول الموجود في المركز. تمام، احنا طبعا تزامنا مع عمليه التطوير اللي عملتها الوزاره داخل مراكز الشباب، وتزامنا مع تطوير ملعب كره القدم في مركز شباب عين السيره، بدانا في خطه تطوير شامله للنشاط. الحقيقه الخطه دي خطه يعني طويله المدى، يعني بنتكلم في 10 سنين، نفذنا منهم سنه على ارض الواقع. بدانا بانشاء اكاديميه لكره القدم، اكاديميه مركز شباب عين السيره. تمام. ومن الاكاديميات اللي بتملك برنامج تدريبي محترم جدا وبتملك اصطف تدريبي على اعلى مستوى. ضمت في صيف 2016 290 لاعب كره قدم، بتتراوح اعمارهم من 6 سنين او من 5 سنين 6 سنين ل 17 و18 سنه. تمام. الأكاديمية فرغت عدد كبير من اللاعبين الموهوبين اللي قدرنا من خلالهم نضمهم لبقى المنتخبات الأكاديمية اللي هي فرق المركز. تمام. عندنا 4 فرق مشاركة في دوري منطقة كرة القدم موسم 2016-2017، فريق تحت 16 سنة وتحت 14 سنة وتحت 12 سنة وتحت 10 سنين، فرقتين في مرحلة الناشئين وفرقتين في مرحلة البراعم. الحقيقة السنة اللي فاتت عملنا إنجاز كبير، يعني أنا بعتبره يعني انجاز كبير كمركز شباب ان احنا نقدر نحصل على بطوله منطقه كره القدم تحت 15 سنه. كان بتنافس معانا عدد من الانديه وعدد مراكز شباب، عددهم 14 نادي ومركز شباب. قدر مركز شباب عين السيره يحصل على البطوله باداء متميز، ولفت نظر كل المسؤولين عن منطقه كره القدم، حتى يحضرنا في حفل تكريم الفرق الحاصلين على البطولات. في الحفل اللي كان عامله اتحاد الكوره في منطقه القاهره، كان مركز الشباب الوحيد الحاضر هو كان مركز شباب عين السيره، وده يعني بفضل الله علينا. جميل. دكتور، من خلال كاميرا برنامجنا احلم معانا، واحنا دايما بنتكلم عن احلام الشباب، وحضرتك شاب ما شاء الله متميز واصل لدرجه الدكتوراه في مجال تدريب كره القدم. حلمك بالنسبه للشباب اللي انت بتدربهم هنا في النادي او مشرف على عمليه التدريب بالنسبه لهم، حلمك لكره القدم بشكل عام عندنا داخل جمهوريه مصر العربيه، واحنا يعني بنامل ان شاء الله الصعود لكاس العالم في الفتره دي باذن الله. والله احنا يعني بنحاول، يعني احنا عندنا طموح يعني ملوش حدود بجد، يعني وبنحاول ننقل الرغبه دي او الطموح ده لاولادنا. يعني دايما حتى اقول انا للولاد يا اولاد، يعني حتى خلوا كمان احنا عين السيره مثلا بالنسبه لكم محطه ان تنطلقوا لمكان افضل من كده. المنتخب الوطني طبعا وانا عندي اولاد اترشحوا لمنتخب القاهره، ال4 اولاد ترشحوا في ترشيح مبدئي لمنتخب القاهره الموسم اللي فات. ما شاء الله. بنحاول الطموح ده حتى يكون موجود عند الاستاف كله، يعني كل الناس اللي بتشتغل في قطاع الكوره يكون عندها نفس الطموح.
طموحه ان احنا نكون موجودين على مستوى الدرجه الاولى، ان احنا بنلعب، احنا نادي درجه اولى عنده الامكانيات وعنده الكوادر البشريه ويقدر ينافس مهما كان بيلعب مع اسماء ومهما كان بيلعب مع فرق. صحيح. عنده ولاده وعنده الاستاف بتاعه وعنده اداره محترمه تقدر تحطه زي ما قلت كده اللي هو يعني في ليفل درجه اولى. ده هو هدفنا. حتى السنه دي احنا قلنا لكل الولاد وكل المدربين احنا هدفنا ان الصعود لدوري السوبر. عندي فريق ال 16 سنه من اول 3 اسابيع 9 بونت متصدر المجموعه بالمشاركه مع المصريه للاتصالات، وعندي فريق 14 سنه 7 برضه بونت من 3 اسابيع في المركز الثالث ورا الشمس والمعادي. ما بنتكلمش حتى على لاولادنا ان احنا ننافس في دوري المنطقه، ده احنا بنتكلم ان احنا هدفنا ان احنا ندخل نلعب دوري سوبر، مش حتى دوري المنطقه اللي هو بيبقى ضامن مراكز الشباب وفرق القسم الثالث، لا احنا هدفنا ان احنا نلعب على دوري سوبر مع فرق القسم الاول وفرق على المستوى العام طبعا. يعني اتمنى ان يكون احنا ناخد من الرياضه اجمل ما فيها، ان الرياضه هي وسيله للتربيه. صحيح. لتربيه نشء. احنا ممكن نحل مشاكل كتير جدا 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 في بلدنا ما نقدرش نحلها على مسرح سياسي، لكن نقدر نحلها هنا في ملعب كره قدم. مستمرين في لقاءاتنا ومباراة اليوم داخل مركز شباب عين الصيرة اللي بتجمع بين مركز شباب عين الصيرة والنهضة. كابتن رامي رضا رمضان أحد اللاعبين المتميزين واللي يعني بينتظر المباراة بقى بفارغ الصبر إن شاء الله والفوز النهاردة للفريق المتميز بإذن الله. أهلا بيك كابتن. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كابتن كلمني عن تواجدك النهاردة في المباراة وأنت قاعد على دكة البدلاء، هل في خطة موضوعة ليك علشان خاطر إن شاء الله يتم الفوز بقى من خلالك؟ هو إن شاء الله حضرتك اللي على الدكة زي حضرتك اللي جوه، هو الكابتن منزل مخلي بره عناصر مميزة عشان يعني يستفاد بيهم في المباراه ان شاء الله، وان شاء الله الفوز يعني ان شاء الله يكون حليفنا ان شاء الله. ان شاء الله. شايف التجانس ازاي بيكون بين الفرقه اللي بره زي اللي جوه؟ الاهتمام بالفريق حتى لو انت قاعد بره نفس الشعور اللي جوه في الملعب. احنا كلنا حضرتك فريق واحد، الفوز بيعم علينا كلنا، وان شاء الله باذن الله يبقى نكسب يعني ان شاء الله، وكلنا ان شاء الله نبقى نقدم مستوى كويس يعني ان شاء الله. مركزك ايه يا كابتن في الملعب؟ انا بلعب هاف رايت ان شاء الله. هاف رايت ان شاء الله. يعني ممكن يبقى في عامل مساعد كده في حاله ان احنا محتاجين نعزز مثلا او يبقى في فوز يدعم بيك اللعب عشان يبقى في جانب هجوم. ان شاء الله اي مركز حضرتك هننزل، اي راجل بينزل من بره بيأدي زي اللي جوه، وان شاء الله احسن باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق. قبل ما اختم معاك حابب اتعرف على حلمك الشخصي وحلمك للبلد. حلمي ان شاء الله باذن الله احنا ان شاء الله نلعب يعني ان شاء الله ابقى في نادي كويس وكده، والبلد ان شاء الله مصر بلد الامن والامان، وان شاء الله باذن الله هتفضل ان شاء الله هي تفضل برضه بلد الامن والامان ان شاء الله. ولا اي كلام ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكفى، ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي في كفه وكل الدنيا في كفه. ولا اي كلام ولا اي كلام
كابتن النهارده استعداداتك الشخصيه بقى كحارس مرمى، اهتماماتك بفرقتك، ازاي يعني اهلت نفسك لان انت تخوض مباراه قويه بينك وبين الفريق المنافس؟ بالتمرين طبعا، كل حاجه لازم تيجي بالتمرين، ولازم نجتهد طبعا عشان نعمل حاجه في الدوري، لان احنا داخلين عايزين نلعب على بطوله، مش داخلين نلعب بطوله كده وخلاص. بالظبط. ومركزين يعني الحمد لله، ما وقعناش غير ماتش واحد وربنا يكرم بقيه الماتشات. انا شايف عمليه الاحماء كانت يعني قويه جدا من قبل المدرب الخاص بتاعك. كلمني عن لغه التواصل والهارموني كده بينك وبين الكابتن، يعني هل اشاراته من خارج الملعب، هل التعليمات الفنيه بتلتزم بيها قبل المباراه اللي بيقولها لك اثناء التسخين؟ طبعا لازم، هو ليه دور مهم جدا، لان هو لو ما اشتغلش معاه كويس انا مش هبقى كويس. صحيح. فبيشتغل في الملعب وبيشتغل بره الملعب، لو حتى توجهاته من بره كلها لازم تبقى مميزه، لازم يوجهني صح عشان اعرف اعمل اداء كويس. اكيد. احلامك الشخصيه وحلمك لبلدك ايه؟ حلم العب في حته كويسه والله، ربنا يكرم. زي يعني الزمالك. طب تمام، زملكاوي. زملكاوي. بالتوفيق ان شاء الله. حلمك للبلد؟ انا عايزها تبقى بخير والله على طول. احنا ناوينا مصر تبقى جنة بينا، صاحيين ومش هننام، احنا ابتدينا وكل واحد فينا هيزقها لقدام. فتحت عيني عالدنيا لقيتني في حضنك، يا حتة مني يا حبيبتي يا روحي ودمي، لا عشت ولا كنت يا غالية لو زعلتك، يا مصر يا أمي الدنيا قومي وهمي. من داخل مركز شباب عين الصيرة والحديث عن أهم التطويرات داخل المركز، وإحنا منتظرين مباراة كرة القدم اللي هتجمع بين مركز شباب عين الصيرة ومركز شباب النهضة. هيكون معانا ومشرفنا دلوقتي والحديث عن تاريخه بقى الرياضي أحد اللاعبين في مركز شباب النهضة، شادي وحيد، هو بيلعب في مركز الديفندر. أهلا بيك شادي. اهلا بيك. الله يخليك. شادي، لو احنا اتكلمنا عن بداياتك مع كرة القدم، هل انت دخلت مدرسة كورة عادي، حاولت ان انت تتعلم كورة، ولا انت رحت اختبارات في مراكز الشباب وبدأت تلعب مع مركز شباب النهضة من البداية؟ وبدأت من البداية مع مركز شباب عين الصيرة. هنا؟ هنا. تمام. على بداية الصيرة. يعني انت بتلعب مع ناديك منافس لناديك القديم او مركز الشباب القديم. كويس. وبعد كده راح نادي النيل. تمام. ولعبت هناك وكده، ومشينا رحنا رجعنا نادي مصر القاهري. تمام. وفضلنا بقى فترة طويلة، وبعد كده رحت كملت معاه وفضلت بتاع 3 سنين، وبعد كده رحت تاني حلوان، زهراء حلوان. كويس. طب بالنسبه للعمليه التدريبيه بالنسبه لكم داخل مركز الشباب، هل بتختلف عنها عن الانديه؟ هل انت شايف ان مراكز الشباب ممكن تكون اقل شويه في الامكانيات، فبالتالي بتكون اقل في العمليه التدريبيه اللي ممكن تاهل اللاعب لان هو يوصل لنادي كبير زي مثلا النادي الاهلي او نادي الزمالك او الانديه في الدوري الممتاز، او كمان الوصول للمنتخب الوطني؟ كابتن، ممكن نوصل وكده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هو بس يعني حاجات قليله كتير، يعني انت محتاجين دعم اكتر. بس احنا ما شاء الله شايفين يعني المراكز الشباب بقت على مستوى متميز، يعني احنا شايفين ارضيه ملعب ما كناش بنشوفها ابدا في مركز شباب. كلام سليم. طيب املك بقى والنهارده احلامك في مباراه النهارده، الفوز ان شاء الله؟ ان شاء الله الفوز ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الفوز هيأهلكم لايه، ولا لسه عمليه التأهيل ما حصلت؟ لسه عمليه التأهيل ما حصلت. لسه يعني انتوا في بدايه الدوري؟ لسه في بدايه الدوري ان شاء الله. بس الحمد لله ماشيين ممتاز، الحمد لله كويسين. الحمد لله. حلمك لنفسك وحلمك لبلدك ايه؟ حلمي البلد اللي انا يعني اشرف بلدي وندخل كاس العالم وكده. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. كان زمان انا عندي حلم، انا لما اكبر اني ارفع راية بلدي واقول الله اكبر. كنت حاسس اني هوصل، اني هقدر، رغم ان الحلم ده كان عني بعيد. بحب بلادي، بموت في بلادي، وأفديها بعمر بدمي لو بولادي.
وجدت رضاء كامل من قبل الرياضيين داخل مركز شباب عين السيرة عن المجهودات المبذولة داخل المركز وأيضا كل التطويرات فيه. وللحديث عن هذه التطويرات هيكون لنا لقاء الآن وكاميرا برنامجنا أحلم معانا مع الكابتن إبراهيم عبد الحليم مدير مركز شباب عين السيرة. أهلا بك كابتن. اهلا بحضرتك. كابتن، يعني بداية كده أنا شايف ما شاء الله الرياضيين على مستوى متميز داخل المركز. كمان مجهودات يمكن شايفينها قدام عينينا دلوقتي، ملاعب متميزة في كل الرياضات، هاند بول، باسكت، سباحة، كرة قدم. كلمني عن المجهودات ديت ومدى دعم وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة في هذا الأمر. الحقيقه يعني في دعم جه من وزاره الشباب، طبعا بتوجيهات من مدير الشباب والرياضه، على اساس المركز ليه تاريخ قبل كده رياضي واجتماعي كمان في نفس الوقت. المركز مركز رياضي واجتماعي. تمام. فحصل فيه طفره كبيره جدا في حته التطوير من قبل المعالي الوزير خالد عبد العزيز. كان عندنا في شهر يناير اللي فات وتم فيه الملعب، يعني من اهم الانجازات اللي تمت الملعب، لان نقل المركز ملعب كرة القدم. ملعب كرة، عملوا نجيل صناعي ونقل باضاءه طبعا. ما شاء الله. يعني ما كانش فيه اضاءه قبل كده. الساعه 4 أو 5 الملعب واقف. مساحه المركز نص الملعب بالظبط. النهارده ان شاء الله وانت ماشي كده الملعب على صلاح سالم، اضاءه وشغل وعدويه زادت، لان اللعبه شعبيه ونشاط متميز، زائد كمان كان بيدخل دخل كبير للمركز، موارد ذاتيه للمركز. اتعمل فيه اولا مكتبه، نمره 2 اتعمل فيه كمبيوتر، نمره 3 في المسرح، في مسرح صغير جوه بيتمارس فيه الانشطه الفنيه، مسرح، موسيقى، فنون شعبيه وانشطه متميزه. زائد الارض اللي بره كانت عباره عن حديقه عملناها مخيم دايم. كل الدعم ده جاي من وزاره الشباب، يعني في مخيم دايم عندنا بيستقبل ناس برضو للكشافه، ودي حركه كشفيه معروفه من اهم الانشطه الشباب. فالمخيم ده موجود برضو بالاضافه للنزل الشباب. يعني احنا المركز عندنا على استعداد ان هو يستقبل بطولات ويمكن دورات مكتمله، لان المركز فيه ملاعب، فيه ملاعب باسكت، ملاعب طايره، ملعب نجيل اتعمل على قانوني، حمام سباحه، ما شاء الله، مكان مبيت للفرق واللعيبه والحكام. رائع. يعني بيعتبر مركز اولمبي. وسياده الوزير يعني موعدنا ان شاء الله هيعمل واحد خلع الملابس عشان الملعب بقى مستوى عالي. لازم يتعمل واحد خلع الملابس مستوى عالي. المخيم الدايم هيتعمل فيه مطعم ومطبخ ودورات ميه. رائع. فكل دي اضافات هتتضاف في خدمات للموجودين داخل مركز الشباب، داخل مركز الشباب والاحياء المجاوره حواليه. كويس. وكمان على مستوى، احنا بنخدم على مستوى الجمهوريه. كويس. لان المحافظات بتيجي عندنا، يعني في معسكرات بتعمل رياضيه عندنا. طب بالنسبه للخدمات المقدمه للمحور المحيط حوالين مركز الشباب، هل في بالنسبه للعائلات انشطه معينه بتتم داخل المركز؟ هو عندنا في مشروع اسمه نادي الفتاه والمراه. رائع. ده بيخدم السيدات، وفي طبعا في انشطه كتير منها الاشغال، وبنعلمهم ازاي يعملوا جلود، ازاي يستفيدوا من البيت. تمام. حتى التغذيه بيعملوا حاجات تغذيه والحاجات دي كلها. احنا بنخدم البيئه، بنعمل معسكرات خدمه عامه ونظافه للحي. بنعمل معسكر سنوي كبير على مستوى عالي جدا. طبعا المركز مفتوح لابناء الحي وكله بيجي بيحضر معانا الانشطه المختلفه. يعني احنا النشاط رياضي زي ما قلت لحضرتك في جميع الالعاب الرياضيه. تمام. يعني في بالاضافه للقدم والطايره والسله، في تايكوندو، في كاراتيه، في مصارعه، في ملاكمه، في كونغ فو. الالعاب كلها، يعني عندنا عدد العاب رياضيه كبير قوي، وفي كمال اجسام كمان، وفي نسطاوله ان شاء الله. يعني ملعب، وفي صالات للانشطه كمان. جميل. نشاط اجتماعي، في عندنا انشطه اجتماعيه، في معسكرات، رحلات، كشافه، فنون شعبيه، مسرح، موسيقى، غنى، نادي الفتاه والمراه. جميل. كل انشطه. يا رب دايما كل التوفيق. من خلال كاميرا برنامجنا احلم معانا كلمه توجهها للشباب اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي للارتقاء بمستواهم الرياضي ومدى الاستفاده من مراكز الشباب على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وايضا مركز شباب عين السير على وجه الخصوص. حضرتك احنا المركز مركز شباب يعني ولاد، يعني هنا عندنا طلع ابطال كبيره على مستوى مصر وكره اليد، حتى منتخب مصر القديم اللي هو اشرف عواد والناس دي كلها طلع من هنا من المركز. في ابطال كتير جدا. يعني المركز انا بدي اقول للناس مراكز الشباب مفتوحه ليكم،
اللي هو المتوسطي الدخل، اللي هو يعني في اللي هم الناس، مش عاوز اقول الغلابه، الناس اللي هي على قدها، الناس المصريين بالظبط. والمراكز كلها مفتوحه، هي الهدف المراكز كلها خدمه الشباب والاطفال. يعني احنا عاملين عندنا حاجه اسمها نادي الطفل، تمام. بنبدا من 4 سنين، اللي هي ما خدنا المكان الجديد عملنا اسمها نادي الطفل، مش حضانه، نادي الطفل. تمام. الولد بيجي من نادي من 4 سنين ويستمر معانا ان شاء الله لغايه ما يبقى مواطن نافع للبلد. مكتوبة وابني مصر مكتوبة لابني وابنك، وعجبني انك مشاركني بتبني معاك، واللي مكسور يتصلح، شاركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. طوبة فوق طوبة وابني مصر مكتوبة لابني وابنك، وعجبني انك مشاركني بتبني معايا، واللي مكسور يتصلح، شاركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. ابني طول ما في كمال، ابني لنهاية الحياة، حط مصر قصاد عيونك، ابني وحد الاتجاه، يلا نهتف والورايا. طوبة فوق طوبة نبني. هات معك علمك علي، ملي عينك دي ملي، انت بايدك هتخلي بلدك في السما وهتتبهى بينا. ابن مصر ده من قده، مين ده اللي يستاجر يده، رجالتنا بيتغدوا باللي بيجي عليه. هات معك علمك علي، ملي عينك دي ملي، انت بايدك هتخلي بلدك في السما تتبهى بينا. مصر ده من قده، مين ده اللي يستجرى يده، رجالتنا بيتغدوا باللي بيجي علينا. ابني طول ما في كمال، ابني لنهاية الحياة، حط مصر قصاد عيونك، ابني وحد الاتجاه، يلا نهتف ورايا. طوبة فوق طوبة ابني. أعزائي الشباب، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده بانتهاء لقاءاتنا من داخل مركز شباب عين السيرة، والحديث عن أهم التطويرات والإنجازات داخل المركز، وكمان المجهودات المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وأيضا المجهودات المبذولة من قبل مديرية الشباب والرياضة. كل النيات الطيبة تكون حلقتنا نالت إعجابكم، ودايما على وعد بلقاءات جديدة ومتجددة وحلم جديد، واحلم معانا.